السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوات كبتر الزعيم. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم كسكسو بالبلبولة أو بلبولة الشعير. كيجي لذيذ بزاف، ساهل في التحضير، طريقة جد مبسطة وواضحة بشكل مفصل إن شاء الله في هذا الفيديو. ما عليكم غير تابعوا معايا الفيديو حتى الآخر. الحباب ديالي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم اللي دائما تيفرحوني، وشكرا لكم بزاف، كنقراهم كالعاده وكيشجعوني الصراحه ومشكورين. غادي ندوزو دابا ان شاء الله لتحضير الكسكسو ديالنا. هنا عندي البلبوله كما كتلاحظوا، خديت البلبوله ديالي وضعتها في قصريه ورشيتها بالماء وخليتها جانبا حتى تشربات هذاك الماء وضاعف الحجم ديالها. هنا في البرمه غادي ندير الدجاج. عندي هنايا الدجاج، تقدروا تعوضوه باللحم. وضفت ليه هنايا الحمص، تقريبا زلافه صغيره ديال الحمص، جوج بصلات مقطعين على هذا الشكل هذا يكونوا متوسطين. درت مليحه وغادي نضيف الكميه المتبقيه ديال العطريه. غادي ندير تقريبا نصف ملعقه من الابزار، نصف ملعقه من الخرقوم البلدي او الكركم. هنا عندي تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره من القزبر حبوب، وعندي هنايا ملون غذائي. وغادي نضيف زيت الزيتون وزيت المائده. هنا تقريبا غادي يكون عندي ما بين زيت الزيتون وزيت المائده واحد نص كاس صغير ديال الزيت مخلطه. هنايا كذلك غادي نضيف مطيشه، هنايا حكيتها تقريبا حبه كبيره ديال المطيشه، وغندير الكل فوق النار باش تشحر لي المكونات مع بعضها. هنا غادي تلاحظوا انني ضفت القليل من الماء فاش تقدر تشحر لي ديك المطيشه مع البصله والدجاج والحمص. غادي نغطي عليهم وندوز مباشره نوجد الخضر اللي غادي نصب به هذا الكسكسو ديالي. طبعا الخضر المعروفه اللي كنوجدوا بها الكسكسو، هنا عندي القرعه خضراء والقرعه حمراء، اللفت بانواعها. عندي اللفت المحفور، اللفت الابيض والصفر، وعندي الجزر والدنجال. يعني الخضر تتبقى حسب الرغبه وشنو متوفر عندك. هنا عندي ربطه ديال القزبر مدنوس، فلفله حاره، وعندي مطيشه. هادشي اللي غادي ندير في الكسكسو ديالي اليوم. كما كتلاحظوا بالنسبه للبلبوله، هي راه تشربات الماء وضاعف الحجم ديالها، كتحسوا بها كانها كتنفخات. وغادي نبدا نوجدها معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما تشحر لي الدجاج مع البصله ومطيشه والحمص، غادي نبدا نضيف هنايا الخضر اللي كتحتاج شويه الوقت في الطياب. هي الاولى هي اللي غادي نضيفها. عندي هنايا اللفت والجزر. الجزر راني زولت له القلب ديالو، وغادي نروي بالماء اللي غادي يطيب فيه اللي غادي يطيب فيه هاد الخضر. هنايا الماء دائما يكون مغلى من قبل، ما تضيفوش الماء بارد، ضروري يكون الماء طيب. هنا غادي نوضع البلبوله في الكسكاس باش غادي نديها تفور التفويره ديالها الاولى. هنا غادي نوضع الكسكاس فوق البرمه وغادي نغطي عليها. هنا واخا غادي نغطي على الكسكاس ما تخافوش، راه ما غادي تعجن ما والو. غادي نخلي التفويره ديالي يعني حتى تفور على خاطرها. هنايا في التفويره الاولى كنخلي البلبوله طيب مده اطول، يعني حتى كتبدا تبان ليا كتبيض هكا في الجناب، عاده باش كنصب البلبوله في قصريه على هذا الشكل هذا. باش غادي نضيف لها تاني الماء ديالها الكافي اللي غادي تحتاجو باش نرد البلبوله تفور المره الثانيه. نغطي البرمه ونخلي الخضر طيب على خاطرها. هنايا كما كتلاحظوا انا استعملت الفوي، يعني هذا هذه واحد لاستيوس اللي صراحه كتسهل عليا هذه المأموريه، بحكم ان البلبوله كتكون سخونه. هذه كنستعملها دائما في كسكسو او في هذا، فكتجيني سهله الصراحه انني نفك الكسكسو بالفوي. فهي ضيفوها عندكم، يعني كتقنيه زوينه الصراحه وكتسهل بزاف، يعني خصوصا على المبتدئات اللي كيجيهم هكا كسكسو سخون. فإلا كنتو نتوما كتستحملوا الحراره ديال الكسكسو فمن الاحسن تخدموه هكا بيديكم. هنا غادي نبدا نضيف الماء شويه بشويه، ما كنضيفش كميه كثيره ديال الماء من الاول، فكنضيف غير بشويه بشويه مع التحراك.
باش هكذا كيتشرب ليا داك الكسكسو او ديك البلبوله، كتشرب ليا الماء وكتجي رطبه وطايبه مزيان. هنا بعد ما كيبرد شويه راني كنستعمل هنايا اليد ديالي، والا بانت ليا شي كويره ولا شي تكتلات هكا ديال البلبوله فكنفكهم بيديا مع الرشان بالماء. هنا كنجمع البلبوله كلها على هاد الشكل هذا باش كتشرب مزيان داك الماء، وكنرجع نفك بيدي كما كتلاحظوا راه كنرجع كنلقاها هكذا رطبه رطبه بزاف، وكان بحال كنعجنها تقريبا بحال كنعجنها كما كتلاحظوا. ما تخافوا منها ما حتى شي حاجه. هكذا كترطاب لكم ديك البلبوله وكتجي رطبه بزاف بزاف بزاف. يعني هذه واحد العمليه مهمه بزاف انكم ديروها في البلبوله الا بغيتوها تجيكم مرطبه وطيبه مزيان وكتذوب في الفم. ما تخافوا منها ما حتى شي حاجه، تبعوا غير هاد الخطوات ما عمرها ما غادي تعجن لكم، وفي الاخير غادي تلاحظوا بانها رطبه بزاف الزبده كتذوب في الفم. كما كتلاحظوا بحال كنعجنها، وانتم غادي تلاحظوا وغتاكدوا بانها ما كتعجن ما والو، كتعاود ترجع تفك في اليد. وبطبيعة الحال مع إضافة الماء شوية بشوية تدريجيا، ما كنضيفوش الماء دقة واحدة، غير بشوية علينا حنايا كنعجنو في البلبولة ديالنا وكنضيفو في الماء. هنا مباشرة غادي نوضع البلبولة ديالي في الكسكاس باش غادي نديها تفور تصفيرة تانية. كما كتلاحظوا راهي شاربة مزيان، يعني خدات الكمية الكافية ديالها ديال الماء. ما تخافوش من الماء، يعني خاصكم تبقاو ترشوها مزيان باش ما تبقاش هكذاك خضرة وقاصحة. هنا غادي نوضع الكسكاس فوق البرمة وغادي نغطي عليها ونخليها طيب او تفور التصفيرة ديالها تانية. هنا بعد ما تصفورات البلبولة التصفيرة الثانية غادي نزل البلبولة ديالي في القصرية وغادي نخليها جانبا حتى تبدا تبرد شوية. غادي ندوز مباشرة للبرمة كما كتلاحظوا الماء هنايا نقص. غادي نضيف الماء يكون طايب او مغلى، وغادي نبدا نوضع الخضر المتبقيه اللي مازال ما ضفتهاش. يعني هاد الخضر اللي مازال ما وضعتش راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الطهي، يعني حتى التفويره الثانيه عاد باش كنضيفها باش هكذا ما كتهرش وما كتعجنش. كما كتلاحظوا وضعت القرعه الخضراء والقرعه الحمراء، وهنايا عندي حبه من البطاطا، انا كتعجبني البطاطا في البلبوله. وغادي نوضع الفلفله حاره، انا كنوضعها حتى الاخر باش ما تطلقليش الا كانت حاره في البرمه. وغادي نوضع مطيشه. هنايا غادي نسم بالقليل من الابزار والقليل من الملح من الفوق باش ما تجيش ديك الخضره باسله، يعني ما كتبقاش هكذاك يعني باسله. فهذه دائما كنضيف هذه الاضافه القليل من الملح والقليل من الابزار.
انا بعد ما تفورات ليا البلبوله التصفيره الثانيه كتجي على هذا الشكل هذا. هنا غادي نبدا نحركها شويه بحال هكذا، يعني غادي نبدا نحلها ونخليها تبرد واحد شويه، باش هنا غادي نضيف لها شويه ديال الملح، يعني حتى المرحله الاخيره عاد باش كنضيف الملح في البلبوله. كما لاحظتوا انا ضفت لها شويه ديال الماء باش دغيا كتذوب وكتشرب هذيك البلبوله صافي. وكنبدا نرش شويه بشويه عاود الماء باش نفورها التصفيره الاخيره. كما كتلاحظوا البلبوله ديالنا ما تعجنات ما حتى شي حاجه، غير تبعوا المراحل، يعني كما لاحظتوا معايا في الفيديو راه كتبقى هكا مفرزه ما كتعجن ما حتى شي حاجه. ما تخافوش منها، غير زعموا ليها البنات وان شاء الله تنجح معكم هاد الطريقه، راه سهله بزاف ونتمنى نكون وضحتها وشرحتها مزيان في الفيديو. هنا وانا كنحرك تنضيف الماء شويه بشويه. وهنا في المرحله الاخيره كما كتلاحظوا غادي نضيف زيت الزيتون، وكنحاول نلبس ديك البلبوله كلها بداك زيت الزيتون، هي اللي كتخليها هكذاك مفرزه ورطبه بزاف. صافي كنوضع البلبوله ديالي في الكسكاس هكذا باش تفور التفويره الثالثه والاخيره، وكنرد البسباس كنت نقول لكم البسباس الكسكاس في البرمه باش تفور التفويره الثالثه والاخيره. هنا قبل ما نوضع الكسكاس نضيف القليل من السمن. هنايا السمن كيضيف واحد النسمه رائعه الصراحه للكسكسو. وغادي نضيف كذلك حبه من ضامه ديال البنه من الفوق. كاين اللي كيستغنى عليها فكتبقى الامور اختياريه طبعا، ولكن راه تضيف اضافه صراحه بنينه بزاف للكسكسو. نحط الكسكاس التصفيره الثالثه ها هي فارت دغيا صراحه كتفور ما كتاخذش بزاف ديال الوقت بحكم ان فارت المره الاولى والثانيه، فهذه هي الثالثه. كما كتلاحظوا البلبوله كتبقى رطبه ومفرزه وطيبه مزيان مزيان. وهنايا غادي نسقي البلبوله ديالي كما كتلاحظوا تبارك الله راه طيبه مزيان وما معجنه ما حتى شي حاجه كما قلت لكم ووضحت لكم في الفيديو. فاني كنستف الخضره ديالي كتجي هكا طيبه مزيان وشاده في راسها، وواحد الريحه كتطلع من هاد الكسكسو صراحه ما نعاودش ليكم كتشهي. نتمنى انكم تجربوا بهذه الطريقه وتنجح معكم وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو طبعا اللايكات ديالكم كيهموني بزاف، كيساعدوا صراحه في ان الفيديو يوصل لشريحه اكبر من المشاهدين. وما تنساوش التعاليق ديالكم حتى هما راه كيشجعونا. وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.